بطبيعة الحال مجموعة من الدول حتى نتمكن من بلورة هذا الموضوع بشكل إيجابي. ما نرمز إليه حاليا هو تبادل الثقافات وكسب علاقات تخص التسامح بشكل كبير. Ça me fait énormément plaisir. Bien sûr, اللي كيدور على التسامح وتبادل الثقافات. Premièrement, on va parler de la tolérance. تسامح. أشكر جميع الفعاليات بالحضور ديالهم ولهذه الالتفاتة، وتحياتي الحارة لمنظمي المهرجان الدولي للتسامح وتبادل الثقافات بهذه النسخة الثانية ديالو. أنا بس الغناء معذب شي ناس، تبارك الله عليكم. بالحاج. والآن نبقى مع المرور الثاني للعارضات دائما مع لجنة التحكيم. أظن أنه كلها جمال تبارك الله، بثقافتها بقرايتها بدينها بجمالها. اللي اليوم حنايا عندنا الملكه ديال ملكه جمال العرب واوروبا، اللي بطبيعه الحال هي مراه ملكه جمال ماشي ملك. اللي تبارك الله المراه راه هي كل شيء في هذا الكون. الا اختارتنا راه بمناسبه عيد المراه كنقول لكاع النساء العالم سنه سعيده. تفضل الاستاذ علي درع التكريم من عند الاعلامي الكبير كريم الحضري. تسبيقات الحاره من فوق الاستاذه طيبه غزلان مسؤوله مؤسسه التواصل، والبشير علي رئيس مؤسسه الحوض الجميل المؤسسه الفندقيه شريف المهرجان. لحظة الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال العرب وأوروبا 2019. أعتقد إذا أسماء فهير هي الفائزة بلقب ملكة جمال العرب وأوروبا 2019. الله معاك، جاي العالي.
ولاء فاهر 20 سنة ممثلة مدينة الدار البيضاء. الحمد لله اليوم حالفني الحظ وفزت بلقب ملكة جمال العرب وأوروبا لسنة 2019. كانوا مجهودات جبارة، ما كنتش غير راسي، كانوا فريمون مجهودات جبارة من قبل الإدارة ديال المهرجان، جميع الأفراد، العائلة ديالي، الأصدقاء ديالي، الأخت ديالي اللي جات جوستومون من البحرين جوست بوغ إتر بريزونت افيك موا أوجوردي، الأم ديالي. غريبنا الحبيب ووطننا سلام يا عزتنا في كل مكان وفي زمان بالروح بالدم. في هذه المناسبة أنه الحمد لله المهرجان الدولي للتسامح وتبادل الثقافات الحمد لله تلقى واحد النجاح كبير بحضور شخصيات فنية ثقافية سينمائية مرموقة. كذلك المسابقة كانت الحمد لله فيها عمق الشفافية لأنه لجنة تحكيم متخصصة من أوروبا بطبيعة الحال، وكذلك يعني كانت طريقة الاختيار بطرق دقيقة جدا. فأعتقد أنه هذه الطريقة هي الطريقة اللي تنتظرها المستقبل، والحمد لله نحن في تطور مستمر. هذه الدورة الثانية لملكة جمال العرب وأوروبا فازت فيها بطبيعة الحال.